مازال عاقل شحال هادي فاش كنا صغار وكنتي كدور كتلاقى مع شي واحد اللي كبير تيسولك اش كدير كتقول راني غير كنتسارى. يقولك انت مالك واش راك في جنان السبيل. ولكن ديك الوقيته حنايا كنا صغار وما كناش تنفهموا اش يقصد بجنان السبيل. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال هذا النهار غادي نصوروه من وسط واحد الجردة اللي فاش تكون تدور فيها تتنسى راسك والوقت اللي انت عايش فيه وتترجعك لعصر الاندلس والسلاطين والتاريخ الاسلامي. وهاد البلاصه من قبل راه كانت مكان مخصص للامراء. ايوا مرحبا بكم ومرحبا بنا في جنان السبيل وبالضبط مدينه فاس، هذه المدينه التاريخيه واللي تتعتبر هي العاصمه العلميه للمملكه المغربيه، وعليها تيقولوا فاس حكمه العالم. ولكن للاسف كاع الناس اللي كتقول هذه الجمله هذه ما عرفاش القصد ديالها وباش فاس كانت حاكمه العالم. فاس للتاريخ ديالها اقدم من بزاف ديال الدول حول العالم، وفاس ماشي غير مدينه ولكن كل حاجه فيها بتاريخ واصاله. اليوم حنا في واحد من الاماكن التاريخيه واللي تستحق الزياره في هذه المدينه، جنان السبيل او جنان بوجلود، حيت جا على باب بوجلود التاريخي. هذه البلاصه من اجمل الحدائق على المستوى الوطني واللي المساحه ديالها فايته 8 ديال الهكتارات. هذه الحديقه اللي ترجع التاريخ ديالها للقرن 18 واللي تبنات على يد السلطان المولى عبد الله العلوي. هاد الجردة اللي فيها بزاف ديال النباتات الطبية والتجميلية ديال الزينة من أشجار وورود ونخيل وكلشي. جنان السبيل للتصميم ديالو والطراز ديالو على شكل الحدائق الأندلسية الإسلامية.
وهنا تيكمل الفيديو ديالنا، ما تنساوش تخليونا رايكم، الى فيديو لاحق ان شاء الله.